جربت قطار النوم في روسيا لأول مرة، أرخص وسيلة سفر بين المدن في روسيا. النهاردة هتكلم عن كل حاجة تخصه بالتفصيل. ركبت أرخص فئة من فئات القطر، رحلتي أخدت 24 ساعة، حوالي 1000 كيلو. لما تحجز التذكرة وتروح علشان تركب هتلاقي القطر متقسم أقسام كتير زي المقطورات. حسب التذكرة اللي حجزتها هتروح القسم ورقم السرير بتاعك. بعد ما يشوفوا التذكرة وتدخل هنلاقي من جوه مقسمين القطر بالطول، طول ما انت ماشي لأقسام زي الكابينات. كل كابينة فيها على الشمال 4 سراير، 2 فوق و2 تحت، وفي ترابيزة بينهم، وعلى اليمين سريرين، واحد تحت وواحد فوق، والسرير اللي تحت بيتحول لترابيزة، فبيكون شكله كده وهو ترابيزة، وبيتفتح ويتحول سرير ويكون عامل كده. انا حجزت القطر مرتين، مرة في السرير اللي فوق ومرة في اللي تحت، علشان اجرب الاتنين ونعرف نقارن. ده مكان اول تذكرة حجزت فيها، كان على اليمين السرير اللي فوق، وديت كانت تاني تذكرة على اليمين تحت. على اليمين واليسار فوق السراير في مكان يتحط فيه الشنط، وكذلك تحت السراير في مكان بسيط يتحط فيه حاجات صغيرة زي جزم وشنط صغيرة. بيحطوا لكل سرير لكل فرد مرتبة ومخدة وبطانية. في اختياري ممكن تدفع حوالي 200 روبل زيادة وتاخد الحاجات البيضة، عبارة عن 3 قطع، فرشة للمرتبة، وواحدة تحط فيها المخدة، وواحدة تتغطى فيها علشان الغطا اللي محطوط بيكون تقيل ويحررك، ولو مش عاوزهم عادي حقك. بيكون المكان السرير بتاعك فاضي، وتلاقي محطوط فوق الحاجات بتاعتك والفرش الابيض لو انت طالبه، وتاخدهم من هناك وتفرشهم. رحلتي كانت بالليل، فبعد ما بصوا تاني على تذاكرنا وان كله تمام طفوا الانوار علشان ننام. الحجز ممكن من محطة القطر او ممكن اونلاين لوحدك. الحجز محتاج الباسبور بس ومش محتاج فيزا. استمرت الرحلة بتاعتي يوم كامل، والقطر بيقف في المدن اللي في الطريق علشان الناس تنزل وتركب حسب حجزها، وهي برضو زي الاستراحة لو حد عاوز يشتري اكل ويفرد ظهره. درجة الحرارة بره كانت -10 وتلج وبتاع، بس جوه كانت حر بسبب الدفايات، كانت موجب 24، فعلشان كده لازم تجيب لبس تاني معاك علشان هتتحر وهتعرق لحد ما تقول كفاية. الرحلات مش شاملة اكل او شرب، ولو عاوز تشتري من القطر فبفلوس، وممكن تشتري من المحلات اللي في الاستراحات. بس في مية سخنة لو عاوز في اي وقت ببلاش، ممكن تاخد تعمل شاي اندومي والحاجات الظريفة دي. المسافات بين السرير والسقف قليلة قوي، للسرير اللي فوق مسافة ايدك ما تتفرجش فيها حد، وللسرير اللي تحت مسافة اكبر شوية. في كل السرير بتاع كده ممكن تحط عليها الفون او اي حاجة صغيرة، وعلاقة ممكن تعلق عليها شنطة او كيس او حتى جاكيت. وانك تطلع للسرير اللي فوق فمفيش سلم، وهتمسك في العمدان والبتاعة دي تحط عليها رجلك وتنط، فلو انت مليان شوية فبلاش تحجز السرير اللي فوق، عامة بلاش عشان تروح مستفز اصلا. السراير اللي على اليمين اللي فوق واللي تحت مش طوال، فمش هتعرف تفرد رجلك لو طولك فوق ال 175 سم يعني، عكس السراير اللي على الشمال تفرد براحتك بسبب الطرقه اللي موجوده. في اول واخر القطر موجود حمامين في كل جهه، حمام عادي يعني في صابون، حنفيه، مناديل. وبالمناسبه ما ينفعش تشرب ميه من حنفيه الحمام لانها مش صالحه للشرب نهائي. وهات ميتك معاك، يبقى جيب معاك شبشب تتحرك بيه بدل ما كل شويه تلبس الجزمه علشان تروح الحمام. لكل كابينه في فيشتين وهم على الشمال تحت، وكلكم تشحنوا هناك. نصيحه دور على الاماكن اللي على الشمال تحت، السرير اللي تحت، عشان بيكونوا اكتر سراير مريحه، ولو مفيش محجوزين يعني في كل المقطورات فدور على اليمين تحت بيكون برضه مريح. ما لقيتش على الشمال تحت وعلى اليمين تحت في كل المقطورات هتختار بقى اللي فوق خلاص. لو سألتني هكرر التجربة او لا، هكررها بس مش هحجز فوق تاني، كفارها يا صاحبي خلاص. ولو عندك اسئلة بخصوص قطر النوم في روسيا اكتب في كومنتات وهرد عليها في فيديوهات منفصلة شورت ان شاء الله. وشكرا على وقتك.